في ظل انشغالنا ببطولة أفريقيا، نادي الزمالك يستمر في تحقيق الأرقام الغير قياسية بعد الخسارة من أم سلال بثنائية والخسارة من الوحدة الإماراتي بثلاثية، وشيكابالا يرفع شعار حضروا الكفلية، ونادي الزمالك أصبح في ورطة حقيقية رغم أن نادي الزمالك كان بيلعب بالفول تيم باستثناء أحمد سيد زيزو اللي موجود مع بعثة المنتخب المصري. ومع ذلك نادي الزمالك أصبح ملطشر كل الأندية الخليجية، لا أداء ولا شكل ولا نتيجة ولا أي شيء يعبر أن نادي الزمالك هو فريق كرة قدم بالفعل. وحال كل جمهور نادي الزمالك نلعب بالاشبال كما فعل النادي الاهلي. اي نعم النادي الاهلي خسر بثنائيه مقابل هدف، ولكن كان ند بند رغم ان كل العناصر الاساسيه موجوده مع المنتخب المصري. مع ذلك النادي الاهلي كان بيلعب ند بند بالاشبال. بعيدا عن الضحك والهزار، نادي الزمالك محتاج عمليه احلال. نادي الزمالك محتاج يتعاقد مع اكثر من 15 صفقه سوبر. علي النعمه انت بتتكلم صح. غير كده نادي الزمالك هيستمر وهيصبح ملطشه كل الانديه الافريقيه